فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها أوليف، طالبة محدش يعرفها ولا مهتم انه يتعرف عليها، وليها صديقة وحيدة اسمها رينون اللي بتطلب منها تطلع معاها رحلة التخييم اللي هتطلعها مع أهلها. لكن أوليف ما بترتاحش لأهل رينون، علشان كده بتكذب عليها وبتقول لها انها عندها ميعاد مع صديق ليها اسمه جورج، وبتقضي نهاية الأسبوع لوحدها في بيتها لحد ما رينون بتسافر وبترجع، وبتكمل كذب عليها وبتقول لها انها قابلت جورج وكان شخص محترم بس مش هتقابله تاني. ورينون بتفتكر ان أوليف عملت معاها علاقة وبتفضل تزن عليها علشان تحكي لها اللي حصل وهل عملت علاقة اخيرا، لحد ما أوليف بتزهق من كلامها وبتقول لها انها عملت علاقة مع جورج. وبتكون دي المرة الاولى اللي أوليف بتحس انها احسن من رينون، وبتكمل في كدبها عليها. وعند ما أوليف بتخلص كلامها بتتفاجئ ان مريان اكتر بنت مشهورة في المدرسة كانت سامعاها، وبتنشر كل اللي سمعته لكل المدرسة. وفضحت أوليف عند الطلبة لانها بتكرهها، ومع انتشار القصة زادت فيها تفاصيل كتير وكل واحد بقى بيزود كلام من عنده، وبقت أوليف مشهورة انها بتعمل علاقات كتير مع ان الموضوع كله بدأ بكدبة. وبتروح تتأكد من اهلها انهم شاهدين انها ما خرجتش من البيت يوم الاجازة علشان لو وصل لهم انها عملت علاقة يعرفوا ان الموضوع كله كدب. وبتتحول لأشهر بنت في الجامعة وبتحضر حصة مستر جاك اللي بيحكي ان في خادمة بسيطة انظلمت واتقال انها عملت علاقة مع قس واتعرضت للضرب واتكتب على هدومها حرف الايه. كواحدة بتعمل علاقات كتير، لكن في نهاية القصة بيقدروا يثبتوا انها كانت بريئة، وبتعرض عليها واحدة صاحبتها تكتب على هدومها حرف الايه، وبتشتمها أوليف وبتتبعت لمكتب المدير وبيعاقبها انها هتفضل لبعد اليوم الدراسي، وبيطلب منها تنظف ملعب المدرسة. وبيكون زميلها براندون متعاقب هو كمان، وبيعرفها ان في واحد شتمه بسبب انه مثلي علشان كده اتخانقوا وتعاقب هو كمان. وهي بتعرفه انها اتعاقبت بسبب انها غلطت في صديقتها، وقالت له أوليف ان كل اللي بيتقال عنها مش حقيقي وانها كانت بتكذب على صاحبتها، والموضوع انتشر. وبينصحها صديقها انها تصلح اللي عملته، لكن ما بتهتمش بكلامه وبتقوله ان المفروض يعمل زيها ويقول انه شخص سوي علشان الناس تسيبه في حاله. وتاني يوم بيفكر براندون في كلام أوليف وبيقرر انه يروح لها البيت علشان يتفقوا على حاجة بينهم، وبيروح لها البيت وبيقول لها انه عايز يعمل معاها علاقة والموضوع ينتشر وكده الناس هتسيبه في حاله، لكنها بتقوله انه فهمها غلط وانه يتفق مع بنته ويقولوا ان في علاقة حصلت بينهم، فبيطلب منها تكون البنت دي وبيتحايل عليها لحد ما بتوافق، وان مستحيل حد هيصدقه هو لكن سهل يصدقوها هي. وبتوافق على كلامه وبتقوله ان التمثيلية هتحصل في الحفلة اللي هتعملها زميلتهم، وبيروحوا الحفلة سوا وبيعملوا اللي اتفقوا عليه، وبيدخلوا الأوضة قدام كل الموجودين، وبيكون كل الموجودين عايزين يشوفوا اللي بيحصل وبيمثلوا انهم بيعملوا علاقة وهم قاعدين يهزروا بس. وبتنجح خطتهم وبيبدأ كل زمايل براندون يحترموه. وأوليف خارجة من الحفلة بتقابل زميلها تود وبيكون عايز يتكلم معاها، لكنها بتكون عايزة تمشي بسبب ان كل الموجودين بيتكلموا عليها وبتسيبه وبتمشي. ولما بتروح بتلاقي رينون بتتصل بتكلمها وبتتخانق معاها لانها راحت الحفلة من غير ما تقول لها، وبيكون باين ان رينون غيرانة منها لان أوليف بقت اشهر منها. وبيتخانقوا وبتقفل السكة في وشها وبتقول لنفسها انه مشهور عنها انها مش كويسة، يبقى هتثبت للمدرسة كلها انهم صح. وبتغير لبسها كله وبتكتب على لبسها حرف الايه وبتروح المدرسة بعد ما بقت اشهر بنت والكل بيكون نفسه يكلمها. وبتقابل ايفان زميل براندون وبيعرفها انه عرف كل اللي حصل بينها وبين براندون، وبيطلب منها تعمل معاه زي ما عملت مع براندون، وبيصعب عليها وبتوافق مقابل فلوس. وابتدى الموضوع ينتشر ان أوليف بتعمل علاقات بمقابل فلوس وسمعتها بتبوظ اكتر واكتر، مع ان مفيش حد لمسها لكن بتتشهر انها بتعمل علاقات كتير. وبيطلبها دكتور جاك علشان يتكلم معاها على الكلام اللي سمعه عنها، وانه مش مصدقها لانه عارف اخلاقها، لكنها بتتوه في الكلام وبيطلب منها تخلي بالها من اسلوبها. وبعد ما بتمشي أوليف جاك بيقابل مراته اللي شغاله مستشارة ارشاد طلاب في نفس المدرسة، وبيطلب منها تتكلم مع أوليف وتعرف سبب تحول شخصيتها. وبتقعد المستشارة علشان تقنعها تخلي بالها اثناء العلاقة علشان ما تعملش حاجة تدمر مستقبلها، وقصدها انها ما تبقاش حامل. وبتخرج أوليف من المكان وبتلاقي مريان قاعدة تعيط علشان حبيبها ميكا زعلان علشان طلاق اهله، وأوليف بتقعد تواسيها. وبتقرر مريان تاخد أوليف صديقة ليها على امل انها تساعدها تسيب الطريق اللي هي ماشية فيه. وتاني يوم بيتحولوا لأصحاب جدا، لكن ما بتستمر صداقتهم كتير بسبب ان ميكا حبيب مريان جاله مرض تناسلي، وامه اجبرته انه يقول عمل علاقة مع مين، وبيكذب وبيقولوا انه عمل علاقة مع أوليف مع انه ما يعرفهاش. وبيوصل الكلام لمريان وبتروح تضرب أوليف بالقلم بسبب انها عملت علاقة مع حبيبها. وبتكون أوليف مصدومة ومش عارفة سبب اللي حصل، وبنعرف ان ميكا على علاقة بالمستشارة مرات جاك وانه اخد المرض منها وبيعرفها اللي عمله، وبتخاف انها تتفضح. وبتدخل أوليف مكتبها وبتلاقيها متعصبة جدا وبتحاول تهديها، والمستشارة بتقول لها على كل حاجة وعلى اللي ميكا قاله، وبتقول لها انها مش هتخلي
ميكا يدمر حياة أوليف وهتعترف بكل حاجة، لكن بتصعب على أوليف وبتقرر انها تساعدها وانها هتعترف انها مريضة وان هي اللي نقلت له المرض، وبتعمل كل ده على انها طيبة. ولما بتخرج بتلاقي اصحابها عاملين مظاهرات ضدها علشان تطرد من المدرسة، ومن ضمنهم رينون صاحبتها، وبتروح وبتقول لأهلها لو سمعوا أي إشاعة عن إنها مريضة ما يصدقوهاش. وبتكمل حياتها بتقول إن معظم الشباب كذب إنه على علاقة بيها، لكن ولا واحد حبها وحاول يبقى معاها، لحد ما بيجي إنسن اللي بتكون فاكرة إنه جاي يطلب منها ميعاد يخرجوا فيه علشان بيحبها، وبيروحوا مطعم لكن تود بيكون شغال فيه ورينون. وبتضطر أوليف تنهي الميعاد لأنها عارفة إن رينون معجبة بإنسن من زمان وما ينفعش تشوفهم سوا، وبيخرجوا بسرعة وبيحاول إنسن إنه يعمل معاها علاقة عن طريق إنه يدفع لها، لكن أوليف بتعترف له إنها ما بتعملش علاقة مع حد، لكن بتقوله إنه حصل، وبيحاول يتهجم عليها لكن بتضربه وبتسيبه وتمشي. وبتقابل تود وبيقول لها انه عايز يوصلها، وبيقول لها انه عايز يوصلها للبيت، وبيسالها عن سبب دموعها، بتقول له انها اول مره تصدق الكلام اللي بيتقال عنها. وتود بيقول لها انه مش مصدقه ومتاكد ان محدش عمل معاها علاقه، لان زمان لما كانوا اصدقاء وانطلب منه انه يبوسها وكان خايف هي كدبت وقالت انه بسها، وده نفس اللي بيحصل دلوقتي وانها كدبت، وبيعرفها انه لسه معجب بالبنت اللي كدبت علشانه بعد كل اللي اتقال عليها. وبتسأل ليه قرر يقول دلوقتي، بيعرفها انه كان خايف من رد فعلها واعترف لما لقى الوقت مناسب، وبتقوله انها محتاجة تصلح حياتها الاول وبعدها هيكملوا كلام سوا. وبتحاول انها تصلح حياتها وتخلي كل اللي كذب في علاقته معاها يقول الحقيقة، لكن كل اللي كذبوا رفضوا يقولوا الحقيقة، وفيهم المستشارة اللي هددت أوليف انها لو اتكلمت هتترفض، وبتجري على جاك وبتعرفه ان مراته مريضة وهي اللي ادت المرض لميكا لانها على علاقة بيه، لكن بتندم انها قالت له لانها بقت السبب في انتهاء جوازهم. وبتحكي أوليف كل اللي حصل لامها، وامها بتقول لها ان ممكن تعدي من ده كله وانها واثقة فيها. وأوليف بتسجل كل اللي حصل معاها فيديو وبتنشره على موقع خاص بيها، وبتفكر ازاي تخلي المدرسة تتفرج عليه، وبتجيلها فكرة وبتخلي تود يساعدها. وبيجي ميعاد مسابقة كرة السلة في المدرسة وبتعمل استعراض قدام المدرسة كلها وبتغني قدامهم، وفي الاخر بتقول لهم اللي عايز يشوف باقي الاستعراض يدخل على الموقع بتاعها، وفعلا بيدخلوا وبتنجح تخلي الكل يعرف حقيقتها. وبتبعت رسالة لرينون وبتقول لها انها اسفة على كل اللي عملته، وبترتبط أوليف بتود لانه بيحبها، وبتنجح انها تعدل حياتها تاني. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو حابب تشوفنا تاني اعمل اشتراك في القناة وما تنساش تعمل لايك للفيديو، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام يا قمر.